اجا اختي بغيتي تحضري الكيكه بالتفاح، شي حاجه بنينه وهشيشه ومختلفه في المذاق عن الكيكه العاديه وسهله وبمكونات جد اقتصاديه، هذه هي الوصفه. في المكونات نحتاج 2 بيضات بحراره المطبخ، قبصه ملح، كيس من الفانيليا، نصف كاس من السكر. نحركوا المكونات جيدا حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي هو بيض. كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت، دائما العبارات بكاس العنبه. كنضيفوا كذلك كاس من الحليب، ونضيفوا ياغورت حسب النكهه اللي بغيتو. كندمجوا هاد المكونات جيدا، من بعد كناخذوا التفاحه تكون كبيره او 2 صغار، نحكوها بالحكاكه الغليظه بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا. نقدروا كذلك نعصروا عليها شويه ديال الحامض باش ما يكحلش. نضيف القليل من الزبيب، قرقاح، ملعقه كبيره من السكر، نصف ملعقه كبيره من القرفه، ملعقه من الدقيق. بالنسبه للمكسرات تقدروا تضيفوا اي حاجه متواجده عندكم في الدار. غنرجعوا الخليط ديالنا وغنضيفوا 2 كيسان ديال العنبه من دقيق الفينو ما يعادل 200 غرام، كيسين من خميره الحلويات. دائما بالنسبه للخليط ديال الكيك كنجمعوه من الوسط بهذه الطريقه هذه باش ما يوقعش لنا التكتلات. نعاود ناكد عليكم، استعملنا 2 كيسان ديال الفينو، دقيق الفينو البنات. بالنسبه للخليط جاني خفيف شويه، غنزيد ليه نصف كاس من الدقيق. وبالنسبه للسر ديال هذا الكيك غنزيدوا ليه ملعقه كبيره من الخل وملعقه كبيره من الماء، وفي المولد دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق او دهنوه بالزيت. كنفرغوا الخليط بهذه الطريقه هذه، كنعليو يدينا للفوق. غادا نضيف شويه ديال الكوك كيخلي واحد الريحه زوينه بزاف في الكيك. غنضيف المكونات يعني المكسرات اللي حضرنا من قبل، وانما غير شويه باش ما يهبطوش لينا الخليط. كنرشوا شويه ديال السكر، زدت عليه بعض القطع ديال التفاح. كندخلوا الفرن على درجه حراره 150 درجه لمده 40 دقيقه. خرجنا الكيك ديالنا من الفرن، فيه واحد الريحه واو ما نعاودش ليكم. كندهنوه بالكونفيتور او العسل او اي حاجه متواجده عندكم في الدار. بالنسبه للسقوه، اللي بغى يعمل ليه السقوه فيها كاس ديال الماء، نصف كاس من السكر والدوائر ديال الحامض. كنرفعوا على نار حتى كيذوب السكر وكنسقيوه به الكيك، ولكن يكون الكيك بارد. صدقونا البنات، هاد الكيك كيجي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف ومختلفه في المذاق، وكيجي هشيش بزاف، وفيه واحد القرمشه ديال الفواكه الجافه. كنتمنى تجربوه بالصحه والراحه.